السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل وصفة جديدة النهاردة مع بعض. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة بسيطة خالص وسهلة وسريعة جدا. أنا بسميها أكلة الحيرة. لما أكون محتارة في الأكل ومش عارفة أعمل ايه بعملها. طبعا البطاطس دي أنا هعملها بطاطس بيضة كده من غير طماطم. طبعا هعملها بالفراخ، أنا معايا وراك فراخ. لو حابة تعملي بصدور عادي، وبرده لو فرخة كاملة مفيش مشكلة. ومعايا بصل متقطع جوانح، وكمان معايا فلفل الوان، ومعايا 4-5 فصوص توم كده مقطعاهم طرنشات صغيره، ومعايا التوابل بتاعتي بقى ملح وفلفل وبهارات سبعه وكمون، ومعايا كمان بهارات فراخ. تعالوا على طول يا حبايبي مع بعض نشوف يلا وصفتنا هنعملها ازاي. اول حاجه هعملها حبايبي، هجيب البصل افضيه في بوله كده واسعه، وهنزل عليه شويه فلفل كده عليه كده، وكمان شوية من الملح كده. تمام. وهدعكم مع بعض دعكة حلوة كده بإيديا. تفضلي تدعكي فيه بقى لما يطرى كده مع الملح والفلفل اهو. دلوقتي بقى بعد ما دعكت البصل مع الفلفل، هنزل بقى بالبطاطس اللي انا مقطعاها طرنشات دي، واسويها كده في الصينيه، اي صينيه عندك اهو. وهنزل عليها بالفلفل الالوان كده. طبعا ما عندكيش فلفل الوان استخدمي فلفل اخضر عادي، مفيش مشكله خالص، اللي عندك استخدميه. وهنزل كمان الثوم، ما انا قلت لكم دي اكله سهله وسريعه جدا ومكوناتها بسيطه وما بتاخدش وقت اهو. تمام. دلوقتي بقى هبدا اتبل الخضار بتاعي، رشه ملح بسيطه برضو عشان انت حاطه ملح في البصل، رشه كمون، طبعا البطاطس الكمون بيبقى حلو معاها جدا، رشه فلفل اسود. ده كده بنتبل الخضار. وطبعا شويه كده من 7 بهارات اهو. وهقلبهم تقليبه حلوه مع بعض كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وهسويهم عشان ارص عليهم الفراخ اهو يا حبايبي. هاجي بقى بالفراخ بتاعتي، طبعا مغسوله كويس جدا ومنقوعه، طبعا عارفين طريقتي في الفراخ، دقيق بقى وجنزبيل وملح وكمون وخل ودقيق، وتخليها زي الفل كده مره واتنين، وتنقعيها مش اقل من ساعتين عشان تديكي طعم حلو ومفيهوش زفره. تمام اهو. طبعا كده خلاص انا رصيت في الفراخ بتاعتي على الخضار. هديها رشه بقى توابل فراخ او بهارات فراخ، رشه كده عليها اهو. طبعا الاكله دي جميله جدا جدا، مش عايزه اقول لكم بقى طب بيبقى طعمها ازاي. وانزل بقى يا حبايبي دلوقتي بالبصل اللي انا دعكاه بالفلفل والملح. تمام كده اهو، ادعكوا فيه كده اهو. وعايزه اسيبهم بقى ايه يعني نص ساعه كده من غير ما احطهم في الفرن يتشربوا من بعض، وبعد كده ايه اسويهم خلاص. دلوقتي بقى انا هحطهم في الفرن. عايزه تحطي بقى رشه زيت حطي، عايزه تخلي المكون او الدهون اللي في الفراخ تنزل على الحاجه وتستوى منها فيها، بيبقى طعمها احلى. انا مش هحط زيت ولا حاجه، وهسيبها تستوى بالسوائل اللي هتنزلها في الفرن. انا هحط الصينيه ديت على الصاجه من تحت شويه كده لحد لما تغلي، وبعد كده انقلها بقى تستوى على الشبكه براحتها خالص، على الشبكه برضو، والفرن اللي شغال مش الشوايه. وبعد كده نرجع نشوفها مع بعض. حبايبي ده شكل الفراخ بتاعتي لما طلعت من الفرن، شايفين شكلها وجمالها وريحتها جميله جدا جدا اهو، واستوت خالص. طبعا ما اديتلهاش الشوايه ولا حاجه، هي خدت اللون ده من التسويه بتاعه الفرن. وطبعا البطاطس طالعه جميله جدا اهي اهي، ومستويه وجميله ما فيهاش اي حاجه خالص، وفي نفس الوقت مش مهريه، تعرفي تمسكيها وتاكليها اهو. وطبعا الفراخ مستويه جدا اهو مع حضراتكم.
طبعا بقى يا حبايب قلبي الوصفه دي والله طعمها حلو جدا وخفيفه، وبتبقى حاجه سريعه. يعني لو انت زهقانه من الاكل ممكن تجيبي بقى اوراق، تجيبي الصدور، تجيبي فرخه وتقطعيها وتعمليها بنفس الطريقه دي كده. طبعا بقى تساعدك، وفي الوقت كمان مش هتاخد وقت معاكي. وبألف هنا وشفا طبعا لله ياكل. ولو الوصفه عجبتكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. وشكرا لكم، والسلام عليكم.